السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا واحد الوصفه عراقيه اللي هي مقلوبه. نحتاجوا الدجاج والبهارات اللي هي برياني، كاري، كركم، زنجبيل، 7 بهارات، بزار، ملح. والبهارات الصحيحه اللي هي هيل، قرنفل، ليمون اسود، بزار حبوب وقرفه. وتحتاجوا بصل مفروم وثوم مفروم. يلا على بركه الله غادي نبداو. غنحطوا الزيت على هذا القياس هذا الى حنا دجاجه. من بعد غنحطوا هاد البهارات الصحيحه كلها، ومن بعد غنضيفوا الدجاج ديالنا. بعد ما حمرنا الدجاج على هذا الشكل هذا غنضيفوا البهارات كلها. يلا من بعد غادي نضيفوا البصله والثوم وغادي نخليوه يتشحر شويه. بعد ما تحمص الدجاج بحال هكا ولا لونه بحال هكا غنضيفوا الماء. المرحله الثانيه دابا غنحتاجوا الباذنجان هكا مقطع دوائر، وفلفل وبصل دوائر، والبطاطس دوائر. كلهم هادو غادي نقليوهم. غادي نقليو البطاطس، فلفل، غنقليو البتنجان. عندنا 4 كاسات ديال الرز رقدناهم وسقطرناهم. تنضيفوا لهم التوابل، ملح، برياني، هيل، 7 بهارات، معجون طماطم، 2 معالق كبار. كلشي مع بعض، نحطوا العناصر كلها مع بعض. الطنجره اللي طيبنا فيها الدجاج حيدناه منها وحطينا شويه تاع الزيت، وغادي نضيفوا الطماطم في قاع الطنجره. من بعد ما صفينا الطماطم في قاع الطنجره غنضيفوا الدجاج، نحاولوا نحطوه على الجانب. بعد ما صفينا الدجاج في قاع الطنجره غادي نبداو بالبطاطا، تنتبعوها الباذنجان، تنتبعوها البصل، وتنتبعوها فلفل. دابا نحطو الباذنجان ديالنا على هذا الشكل هكا، ومن بعد غادي نبداو نستفو الفلفل. بعدين من بعد نحطو البصل، نحطو في الجوانب وفي الوسط. ومن بعد اخر مرحله هي هذه، نحطو الرز ديالنا من الفوق، الرز اللي تبلناه. من بعد ما صفنا الرز مزيان تنضيفوا ليه لاصوص ديال الدجاج اللي صفينا. بعد ما حطينا الصوص ديال الدجاج، ها نتوما شوفوا القياس ديال اللي تيكون بين الرز و الفرق اللي تيكون بين الرز والماء بحال هاد الاصبع، بحال هكا تعبري بحال هكا. منين تينقص الماء اللي ضفنا للرز تنقصو على البوطه وتنديروها على مهيله بزاف، ومن بعد تنغطيو الطنجره. وها نتوما منين تيطيب الرز ديالنا تيولي على هذا الشكل هذا، تولي الحبه واقفه. من بعد ما طفينا على الطنجره النار تنقلبوها في الصحن، تنخليوها واحد شويه، ومن بعد تنشيلو الطنجره، نشيلوها نهزوها بشويه بشويه مزيان مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي هو مقلوبه العراقيه. وبالصحه والراحه.